اهلا بكم يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل احلى كيكه الويفر في منتهى الجمال والتحفه خالص، ومش هتبطلي تعمليها في البيت. زي ما انتم شايفين اهوت بتتكلم عن نفسها، هي شبيهه كده كيكه الكوكيز اللي احنا بنعملها الجميله التحفه دي. يلا بقى نسمي بالله ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. انا مستخدمه في الخلاط عدد 4 من البيض وكوبايه من السكر، هخفقهم كده معاهم ظرفين من الفانيليا طبعا لحد السكر ما يختفي معايا تماما. تمام اوي كده. وعندي طبعا كوبايه الا ربع من الزيت الفاتح، هنزل عليه اهوت واخفق تاني في الخلاط. تمام. هننزل بقى بالخليط ده في البوله كده اهوت. وعندي طبعا 4 كوبايات من الدقيق، هشيل منهم معلقتين على جنب كده، مش هحط كل الدقيق طبعا. ومعلقتين كبار من النشا ومعلقه صغيره من بيكنج باودر. تمام اوي كده اهو. هعجنهم جامد اهو زي ما انتوا شايفين. هكمل بقى تاني بالدقيقه واحده تدريجيا لحد ما يدينا عجين كده ايه تلزيقه جامده خالص، عشان انا عندي معلقتين من الكاكاو. طبعا قسمت العجينه نصين اهي، والمعلقتين الدقيق اللي انا حاجزاهم على جنب هضيفهم ايه على العجينه اللي هي الملزقه دي خالص، بس برضو في النهايه تبقى فيها تلزيقه بس مش زي دي كده. ما شاء الله عليها. بعد ما عجنتها اهوت عندي بقى معلقتين من الكاكاو. العجينه طبعا التانية هضيف عليها معلقتين من الكاكاو. تمام اوي كده. هعجنها برضو كده اهوت لحد ما تبقى ايه عجينه فيها تلزيقه بسيطه كده. هسيبها طبعا تريح، مفيهاش خميره بس لازم تريح عشان ايه تتفرد معايا بسهوله. بعد طبعا ما خلصنا اهوت خدت ربع ساعه ريحت. انا معايا كيس تلاجة اهوت، هدهنه بس حاجه بسيطه كده من الزيت، وافرد طبعا العجينه اللي هي البيضه دي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. تمام اوي كده. هظبط بس فيها كده. تمام. هعمل بقى اللي هي العجينه بالكاكاو زي ما عملت في الاولانيه، هعمل في التانية برضو كيس تلاجة ودهنه من الزيت بسيطه، وهفردها على قد ايه على قد العجينه اللي احنا عملناها البيضه دي. تمام اوي كده. ما شاء الله عليها. هنضيف بقى ايه ديت على دي كده ونظبطها. تمام اوي كده. هظبطها بقى كده. في طبعا حته زياده من الجنب انا هشيلها، وفي حته ايه البياض باين منها. طبعا مش هنقف على حاجه، نقطعها ونظبط دي مع دي كده ونظبطهم مع بعض. تمام اوي كده.